قصة عاد أن الله جل وعلا لما أهلك قوم نوح ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة، واستوت بهم السفينة على الجودي، نزلوا من السفينة على منطقة ماذا؟ منطقة العراق. وأول ما عمر في الأرض بعد عذاب قوم نوح هي منطقة العراق ومدينة بابل بالتحديد. نزل فيها نوح وأبناؤه والذين آمنوا معه، ومنها وجدت اللغات ووجدت الأصوات، وسميت بابل من البلبلة، والبلبل الأصوات المختلفة واللغات المختلفة. فكان فيها سام وحام ويافث أبناء نوح الثلاث والذين آمنوا مع نوح. كل أولئك تفرقوا في الأرض. سام وهو أبو العرب توجه صوب الجنوب، الجزيرة وما حولها، أبو العرب واليهود والنصارى. حام وهو أبو الأفارقة توجه غربا نحو القارة الأفريقية. حام وهو أبو شرق آسيا والصين وغير ذلك توجه شرقا. هؤلاء الثلاث هم آباء البشر بعد ذلك، ذريتهم الباقون، ذرية نوح. سام هذا ولد له أولاد، منهم إرم، وإرم ولد له عاد، وعاد ولد له عشرات الأولاد، كل ولد ينتمي إلى عاد. فمنهم ثمود. قصة ثمود ذكر عادا الأولى لأنهم هم عاد الثاني. قال الله عز وجل: كذبت عاد. متى بعث لهم هود؟ وكيف بعث؟ وكيف كانت حياتهم؟ أما هم فقد أعطاهم الله أجسام قوية جدا طوال، حتى أنك إذا رأيت الرجل تحسبه نخلة من طوله. ولهذا قال تعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية، من شدة الطول والقوة، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة. من قوتهم جعلوا على كل ريع آية. الريع الجبل، يجعلون على كل جبل آية، يعني قصر من ذهب، آية في الجمال. وإذا نزلوا للبر بنوا خيام من ذهب، أعمدة من ذهب. وهم الذين ذكر الله عن مدينتهم وقال: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعمدتها من ذهب، مدينة من ذهب، الأعمدة التي تقوم عليها المباني ذهب كلها خالص. حتى إنهم من شدة بطشهم وقوتهم وتكبرهم شقوا في مدينتهم أنهار من ماء وخمر وعسل، يريدون أن يفعلوا جنة في الأرض، فتكبروا تكبرا عظيما. وكانت مدتهم يعني إذا جاء الشتاء البرد ذهبوا للمدن فوق الجبال، وإذا جاء الحر صعدوا على الجبال، وإذا جاء البرد نزلوا للسهول. فهؤلاء بعث لهم هود عليه الصلاة والسلام، فبدأ يدعوهم إلى الله، وجحدوا وكفروا. وكان هود عليه الصلاة والسلام دأبه في دعوتهم مثل دأب نوح في دعوته لقومه، يدعوهم ليلا ونهارا فأبوا. فمسك الله عز وجل عنهم السماء، لم ينزل عليهم من المطر قطرة، وما عندهم من أشجار ونبات يبس، وأصبحت أرضهم جدباء. فقالوا لهود: إن جاءنا المطر آمنا بك. فجاء مطر ولم يؤمنوا، فاشتد عليهم القحط بعد ذلك. وكذبوا هود وقالوا: لولا رهطك لرجمناك. يعني كان هود ذو مكانة في قومه. فكانت آيته المعجزة التي جاء بها لهم أنه قال: لا أريد حماية رهط ولا شيء، أنا متوكل على الله. وإن كان عندكم شيء، إن كان عندكم قوة وأنتم أولو القوة، فليمس واحد منكم شعر من رأسه، يتقدم أي واحد منكم. فعجزوا. فكانت معجزته أنه شخص واحد في مجتمع يدعي القوة ويقول: من أشد منا قوة، ولا يستطيع واحد منهم يلمسه. من يحميه؟ الله. قالوا: إذا كان ربك موجود وقادر وصادق يجيب لنا مطر. وجابوا من البداية وهم كفروا. فأوحي إلى نوح أن القوم هؤلاء، إلى هود، أن هؤلاء قوم معذبون، وليخرج هو ومن معه. فخرج هود والذين آمنوا معه من الأحقاف. الأحقاف منطقتهم، وهي تقع جنوب الربع الخالي، غرب سلطنة عمان، شرق حضرموت حاليا، ويحدها البحر جنوبا. فتوجه هود نحو البيت، نحو مكة، وأرسلوا هم أشخاص وفد إلى مكة، في اعتقادهم أن هذا الوفد يقابل رب هود ويدعو رب هود. فذهب ذلك الوفد
إلى مكة وسبق هود. وصل الوفد إلى مكة واستغاثوا وسألوا الله المطر، فأوحي إلى هود أن هذا الوفد سيصحب بمطر يمشي معه من مكة حتى يوصل حضرموت، يبيت معهم ذاك المطر إذا باتوا، وإذا مشوا مشى معهم، سحابة تظلهم. فانطلقت السحابة من فوق مكة، السحابة تمشي جنوب وهود والذين آمنوا معه ماشي شمال، وتحت السحابة الوفد الرسمي لعاد. فلما وصلوا كانت السحابة مثيرة، كل ما تمر فوق قبيلة تنظر، السحابة ذي سوداء غريبة. فلما وصلت فوقهم جاءهم العذاب، فجاءتهم الريح. أول شيء جاءهم الريح. قال الله جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا. هذه البداية. صرصرا، هذه الريح تتصف بصفتين. الصفة الأولى أنها ريح صرصر. الريح الصرصر الريح التي لها صوت، عندما تسمعه الآذان من شدة قوته لعد يعني تصك الآذان، تصر ما عاد تسمع شيء، ومنه الصرة الصوت القوي. طيب، ريح صرصر، هذه الريح فيها صفتين: أولا صوت قوي، ثانيا برودة شديدة. الصر البرد. في يوم نحس مستمر، ذاك اليوم الذي بدأ فيه عذابهم كان يوم الأربعاء، وذلك اليوم بعض المفسرين قالوا هو يوم نحس مستمر، يعني إلى قيام الساعة، لأنه عذب في قوم نوح وعذب في قوم هود وعذب، أغلب من عذب من الأمم السابقة كان في يوم الأربعاء. لكن هذا النحس على من عذبوا وليس على كل الناس. فالأيام لا تنحس، الأيام أيام الله، فيها يفعل الله ما يشاء. هود ما ضره ما حصل لهؤلاء، كما أن نوح ومن معه في السفينة ما ضره ما حصل لقومه. ذاك عذاب استمر 40 يوما، وهذا عذاب استمر كم؟ 8 أيام. وهي حقيقة ريح على شكل مطر. اللي رآها يقول سحابة، لما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ماذا فعلوا؟ بدأت الريح قبل المطر، وهي حقيقة ريح على شكل مطر. اللي رآها يقول سحابة، لما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ماذا فعلوا؟ تحدوا رب العالمين، خرجوا من ديارهم يستقبلون العارض المطر من سنين ينتظرونه، فلما رأوا الريح غرزوا أرجلهم في الأرض واعتمدوا عليها وهم معتمدون على قوتهم وما تغني قوتهم منهم شيئا. فماذا فعلت الريح؟ اقتلعتهم الريح من الأرض ورفعتهم إلى أعلى حتى رأى بعضهم بعضا في جو السماء. طلعوا من الأرض خلاص، حتى الجبال اللي عليها بيوتهم مرتفعة صاروا ينظرون إليها تحت. ثم قلبتهم فوق، عملت فيهم الأفاعيل في جو السماء لمدة 8 أيام وهم يخطخطون في الجو، عذاب. ثم اليوم الثامن زرعوا في الأرض، غرزت رؤوسهم في الأرض وأرجلهم أعلى، فإذا رأيتهم تقول أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ثم لما حصل لهم ذلك كل طبعا الرمال، الريح هذه حملت رمال، شاركت الرمال في الغضب على أولئك، فأصبحت تلك المنطقة أغنى منطقة بالرمال، الربع الخالي، الأحقاف، شرق عمان، غرب عمان، شرق حضرموت، أغنى منطقة بالرمال، لأن الرمال شاركت غضبا لله في تعذيب قوم هود. الرمال ضربها قوي لأن الحصى صغير
فتدخل في المسام، ضرب وعذاب استمر 8 أيام. طيب الله عز وجل قادر على أن يميتهم في لحظة؟ لا، 7 ليال و8 أيام. طيب لماذا قدم 7 ليال على الأيام؟ ليش 7 ليال و8 أيام؟ بدأت في الليل وفي النهار؟ بدأت في الصباح. كل عذاب يبدأ صباحا، كل عذاب يبدأ متى؟ وقت الصبح. ولهذا قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا صبحا، وقت الصبح. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فجاءتهم الريح هذه صباحا، اليوم الأول، الليلة الأولى، اليوم الثاني، الليلة الثانية، حتى جاءت 7 ليالي وهم يعذبون في الجو، تضربهم تلك الحصى، تضربهم تلك الرياح، تضرب بعضهم في بعض حتى استووا. فلما ماتوا أو أماتهم الله غرز أجسامهم. طبعا الريح صرصر باردة جمدت أجسادهم، بل برد، مستوى البرودة عالي جدا، الدماء تجمدت، أصبحوا من شدة البرد كأنهم خشب، ثم غرزوا في الأرض. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس يعني الريح تنزع الناس من بيوتهم، اللي ما خرجوا دخلت عليهم الريح فأخرجتهم. تنزع الناس يعني هذه الريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني هذا النخل إذا شلته من الأرض، إذا شلت النخلة من الأرض ماذا يحصل لمكانها؟ حفرة. هذه الحفرة إذا أخرجت النخلة للنخلة في الأرض عروقها في الأرض مثل شعر رؤوسهم. فإذا قلبت النخلة ووضعت أعلاها أسفلها فهذا مثل أجسامهم بعد غضب الله عليهم. فرؤوسهم مثل رؤوس النخل اللي في الأرض، وأعقابهم أعجازهم مثل أعجاز النخل اللي فوق، كأنهم أعجاز نخل منقعر قد أخرج من الأرض وأصبحت الأرض من بعده، لأنه إذا جاء شيء من أعلى وضرب في الأرض يصير مثل حفرة. فهم يحفرون في الأرض حفرة ويقعرون الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر، وما استمروا إلا قليل حتى تساقطوا موتى. ولما ماتوا وبقيت يعني ديارهم ومساكنهم وذهبهم، ذاك المكان الذي غضب الله فيه لا يحل لأحد أن ينتفع به. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرمال فبلعت مدينتهم بالكامل، وهي إلى الآن مدفونة في الأرض، وفيها من الذهب ما لو جمع ذهب الدنيا كله لكان أقل مما في هذه المدينة. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قصتهم طبعا شاعت وذاعت، وصل هود ما حصل لهم، وبقي هود في مكة حتى توفي ودفن في مكة ولم يرجع للمكان الذي هاجر منه على الصحيح. بعد هذا بدأ الناس يعني يتساءلون عن سبب العذاب ويبحثون ويرجعون إلى الحق. والذين آمنوا مع هود وهاجروا معه واصلوا رحلتهم نحو الشمال هروبا من مكان العذاب، ظنا منهم أن العذاب سيزحف نحو الشمال، فهربوا حتى وصلوا إلى مدائن العلا واستقروا هناك في واد يسمى واد القرى، وتقروا فيه 1000 قرية، 1000 قرية في وادي القرى، وتوالدوا وتناسلوا ورجعوا للكفر الذي كان عليه آباؤهم في عاد. وعندئذ جاءت عاد الثانية وهي ثمود.